انت ودعت كأس العالم للأندية بسبب واحد بس مالهوش تاني، اللي هو بسبب أنانية اللعيبة. بسبب أنانية اللعيبة تبقى معاه الكورة ما رضياش الباص. يعني الكورة زي حسين الشحات دي في آخر اللقاء، عندك واحد فتح لك هناك خالص فتح لك هناك واحد، لو لعبتها له كان جول رسمي. رضيش يلعبها له. شفت سبب أنانية اللاعب؟ كان هو عايز يعدي ويمحور ويجيب جون، ويبقى هو الحريف هو اللي جاب جون المكسب. ايه وفين لما تبص لزميلك ويجيب لكم المكسب وتفرحوا مع بعض؟ في هي انت لعيبه، انتوا ازاي لابسين تيشيرت النادي الاهلي وانتوا بالانانيه دي وبالعفشه دي؟ ده على الرغم كده لعيبه الزمالك مش انانيه، مهما ما عندهاش ماشي سكواد عالمي زيك، لكن مش انانيه. ما انت بسبب الطمع بتاعكم كلعيبه المكسب مش هيجينا خالص. بسبب طمعكم المكسب مش هيجينا خالص، بسبب الطمع والأنانية بتاعت لعيبة النادي الأهلي. الكل عايز يسجل جون. كورة زي بتاعت عمر كمال كان بصادق جراديشار جون. فأنت عندك كذا فرصة، ده كله بسبب أنانية اللعيبة. كله عايز يسجل، كله عايز يحتفل، كله عايز يبقى اسمه كذا، أنا جبت جون كذا. دي مش لعيب. احنا خسرنا او ودعنا كأس العالم للأندية بسبب الأنانية والطمع بتاعت اللعيبة بس، مش حكاية لعيبة. لا احنا ادينا مباراة، ما ادينا 3 مباريات بشكل رائع. مش بالمراس سيكا ما كناش قاعدين، لكن مباراة انتر ميامي وبورتو من احلى مباريات الاهلي، وانت مباراة بورتو متعادل معها 4-4. شوف يعني انت كان عندك فرصة ان تكسب اول فريق عربي يكسب فريق اوروبي. مش كده خالص. انت لو كسبت على انتر ميامي وتعادلت حتى مع بورتو كنت ليك فرصة للصعود، لكن احنا ضيعنا اول لقاء بسبب برضو أنانية اللعيبة، بسبب أنانية تريزيجيه، بسبب أنانية كله. تريزيجيه اللقطة بتاعته اللي مرضيش، قال أنا هسدد ليه؟ عشان يجيب جون. طب هو إيه؟ أنا تريزيجيه، أنا جبت هدف في كأس العالم، أنا كذا. ليه؟ ما تسيب المسدد الرقم 1 في النادي الأهلي حسام عبد الشبهال حط مباراة بورتو عالمي. سيبالسيس بيعرف برضه يحط. لكن انت عايز تسدد، معناها كده انانيه، ومعنى كده انت ايه؟ زعلت تروح صالحت كل اللعيبه وكل الجهاز الفني الجديد. بعد كده ان ايه؟ انك انت شايف نفسك غلطان، عشان كده انت ايه؟ رحت اعتذرت. انت كابتن من كباتن النادي ما تنفعش التصرف ده. انت كابتن من كباتن النادي ما ينفعش التصرف اللي انت عملته، ما ينفعش خالص. انت لابس تيشيرت بحجم النادي الاهلي، عجبكش توكل على الله. احنا مش وفي لعيبه كتير اكتشفت في كأس العالم، اكتشفت انها لعيبه فاضيه. وهنتكلم دول طبعا عن فيديو لوحديهم عن اللعيبه لازم تمشي، وهنتكلم عن كله. هنتكلم عن الصفقات الجديده، هنتكلم عن اللي لازم يمشوا. فاستنوني يعني في فيديوهات تانية هتكلم عن المواضيع دي. فاحنا بس طالع اقول احنا ودعنا كأس العالم بسبب أنانية بس، مش سبب اي حاجة تاني، بسبب لعيبة ولا سبب فرص ولا لا. انت لو متواضع ومحب للعيبة تباصي وتلعب باص وشوط وعدي هي دي الكورة، هي دي.
مع ربنا ما وفقناش لكأس العالم بسبب الأنانية والطمع. سبب الأنانية والطمع اللي عند لعيبة النادي الأهلي. كله عايز يجيب جون، الكل عايز يجيب جون عشان يحتفل. أنا جبت جون، أنا جبت كذا، أنا عملت كذا. لا ما ينفعش، ما ينفعش. إيه ده؟ أصل ده مش لعيبة تلعب في النادي الأهلي بسبب الأنانية والطمع بتاعها. أنت بتلعب في بطولة من أكبر البطولات أنت لعبت فيها على عبر تاريخك، عبر تاريخك ده أكبر بطولة لعبتها. وجيت لك كذا فرصة في كأس العالم قبل كده، كان نسختها القديمة كانت تجي لك فرق سهلة، مواجهات سهلة، تقدر تكسب، تقدر تكسب، تروح نهائي فاينال، تروح تلعب زي مباراة باتشوكا اللي خسرتوها طبعا مش عارف ازاي. انتوا مش عارف انا انتوا ايه لعيبة ازاي في النادي الاهلي، والادارة ساكتة، والادارة ساكتة على اللعيبة اللي بتعمله ده. ما ينفعش اللعيبة بتعمل ده كله وما نفعاش. ايه ده؟ احنا عمالين نجيب صفقات ونعمل وفي الاخر احنا مصعود ما نصعدش تالت، احنا طالعين رابع المجموعة. شوف احنا طالعين اخر مجموعتنا بسبب انانية وطمع اللاعبين. بس انا مش قادر اتكلم تاني عشان لو اتكلمت تاني يعني مش هسيب اللعيبة في حالها، اقعد اشتم عليها، لان اللعيبة دي ما تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، تستحقش تلبس تيشيرت النادي الاهلي. اصل دي لعيبة انانية طماعة، كل عايز يجيب جون. ما ينفعش ترتدي تيشيرت النادي الاهلي وبس كده. شكرا.